السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد، ومكملين الحصاد ومكملين شغلنا في الارض. وزي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بنخزن القش زي الرز وزي القمح بالظبط. ليه؟ علشان احنا بنخبز بالقش ده. طبعا كل واحد على حسب ما هو بيخبز بايه. في ناس بتخبز بالاعواد بتاعه الذره، وفي ناس بتخبز بالوئيد اللي هو الخشب بتاع الشجر. يعني كل واحد على حسب ما هو متوفر عنده بيخبز بيه وبيولع بيه الفرن البلدي اللي هو زي اللي كنت بنياه معاكم وعاملاه معاكم في الفيديوهات القديمة. طبعا هنا انا بربط القش زي ما انتم شايفين كده، وعملت معاكم فيديوهات قبل كده، وان شاء الله تكون عجباكم، وان شاء الله نكون مع بعض. طبعا هي فترة شغل ومش عايزاكم تزعلوا مني، وان شاء الله نتواصل. واللي زعلان مني طبعا يفك زعله. بحبكم في الله، يا رب دمكم نعمة في حياتي. وطبعا بعد ما خلصت بقى القش وحصاد القش، طبعا جاء بقى الوقت، وقت زراعة التوم. احنا الايام دي في ايام زراعة التوم. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه. انا طبعا جبت شيرش توم من اللي كان عندي، اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده في الفيديوهات القديمة، ومحتفظة بيه ومخزناه. وزي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه. باخد بقى راس التوم بشدها بالشكل ده كده، وبفصصها كده. بحاول ان انا افصص الاعواد اللي فيها، الفصوص اللي فيها فص فص. علشان طبعا لما بنيجي نزرع الزراعة الجديدة لازم نزرع في كل فص لوحده. وطبعا لازم يكون الفص الكبير، مش بناخد الفص الصغير. يعني انا باخد اهوت، باخد كل راس التوم من الجوانب، وبسيب القلب الصغير زي ما هو مش باخده. انا طبعا القلب الصغير ده بعد كده انا باخده استنفع بيه واشتغل بيه في المطبخ. يعني احنا مش بنرمي اي حاجة. وكمان باخد الورقة الخارجية او القشرة الخارجية، بطلعها بره واطيرها كده في الهواء. طبعا انا قاعدة بقى في الارض بره، بفصصه كده واخليه كل فص لوحده، واطير القشر كده من عليه. ودي بقى استعدادات زراعة التوم، ان احنا بنعمل التوم الاول كده، وبعد كده ناخده بقى وننزل في الريشة. طبعا لازم تكون الريشة مبلولة مية، وتكوني انتي دورتي عليها المكنة كده شوية واتبلت مية علشان نعرف نزرع التوم. ما ينفعش نزرع التوم في الريشة والريشة تكون ناشفة، لازم تكون مية. طبعا احنا جيراننا كانوا مدورين مية ومدورين يعني على ارضهم، فالمية عدت من علينا، وقلنا بقى ان احنا ايه، نروح نزرع التوم. طبعا التوم ده انا كنت موريه لكم قبل كده في فيديوهات قديمة. ودي زراعة التوم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. انا بقى اخدت شوية كده بعد ما فصصته كده فصوص، كل فص لوحده، وطيرت القشر كده منه في الهواء في الارض. وبعد كده بقى اخدت العلبة كده وفيها فصوص توم، وكل فص لوحده بالشكل ده كده. وبين كل فص وفص شبر، يعني بحط كده بين كل فص وفص شبر كده، علشان ايه، يكون فيه مساحة بين الفصوص وبعضها. ليه كده؟ علشان تخلي الراس معايا كبيرة وتطلع كبيرة زي الأول كده، وزي ما انتوا كنتوا شايفينها ما شاء الله الراس كبيرة وحلوة. لما تيجي طبعا تقشريه يكون حلو معاكي، وتخزنيه يكون سهل وبسيط. هنا انا بزرعه ازاي. باخد الفص كده، وبتكون يعني الراس اللي هي بتكون مليانة هي اللي بتكون لتحت، والراس اللي هي الصغيرة خالص المدبدبة ديت بتكون هي اللي فوق. هو ده يعني نظام زراعة التوم. احنا بنزرعه هنا كده طبعا في الارياف، وبننزل كده في المية وبنزرعه. طبعا معايا الكمية اللي في الحلة اللي انتوا شايفينها ديت. الكمية دي طبعا احنا هنزرعها كلها، وان شاء الله نشوفه وهو طالع وهو اخضر مع بعض. انا طبعا هوريه لكم في فيديوهات جاية بامر الله، لما نعمل بقى جولات عند القمح او عند الارض، ونشوف التوم ونشوف هو طلع ولا ما طلعش
وإن شاء الله ربنا يبارك وربنا يخضر زي ما بنقول، وإن شاء الله هيطلع وهيكون أحلى توم. ودي زراعة التوم زراعة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة خالص. بناخد الفص الكبير بالشكل ده كده، وبنخلي الحتة المدبدبة ديت هي اللي فوق والراس الكبيرة هي اللي تحت. وتقدري كمان تزرعيه مش شرط في ريشة ولا في أرض، لو ما عندكيش أرض تقدري تزرعيه في أي حاجة. تقدري تجيبي تربة من اللي هي ردمة، يعني بنقول عليها ردمة بس هي اسمها تربة. بتجيبي تربة وتعملي لها تربة وتقدري ان انت تزرعيها عادي جدا زي البصل وزي النعناع وزي الكزبرة. وزراعة سهلة وبسيطة وما خدتش وقت مننا خالص. طبعا انا هكمل بقى بقية الريشة او بقية المساحة اللي احنا هنزرعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بقلب اهوت في العلبة علشان اخد الفص الكبير، علشان برضو لو فات مني فص صغير وانا بفصصه في الحلة انا مش هاخده، انا هاخد بس الفصوص الكبيرة. وهنا بقى كنت خلصت اهوت. دي مساحة الريشة اللي احنا زرعناها خلصناها بقى. وكده تكون زراعة التوم معانا انتهت. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. وإن شاء الله هنشوف التوم ده وهو أخضر مع بعض في الفيديوهات اللي جاية. وأشوفكم في فيديوهات جاية كتير. وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وما تنسونيش باللايك فضلا وليس أمرا. مع السلامة.